وأنا أقرأ قول الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، أتى إلى ذهني خاطر أنها وردت مرتان في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، وختمت باسمين وصفتين لله عز وجل لها مناسبة جميلة. الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله. هذا الأسلوب في علم الأصول يقال له أسلوب الحصر والقصر، وهو أسلوب عربي، يعني الاستثناء ناقص منفي، ناقص لأنه لم يذكر المستثنى منه، ومنفي لأنه سبق بنفي. وما النصر إلا من عند الله، بمعنى ليس النصر من أحد غير الله. لتستقر في ذهنك قضية مهمة، أنه وأنت تواجه عدوا أيا كان نوعه ومعتقده وفكرته، اعلم أن النصر من عند الله ليس من عند غيره. أنت تعد، أنت تتقوى، أنت تستعين، لكن اعلم أن كل ذلك هي أسباب يسيرة، لكن النصر يأتي من الله عز وجل، لأنه هو الذي سيوفقك للإعداد السليم وللصبر والمصابرة وللثبات، وسيوفق الجميع إلى حسن التخطيط. وما النصر إلا من عنده، من أول لحظة، من أول لحظات الإعداد، وما النصر إلا من عند الله. لكن تعالوا نعود إلى الموضعين. الله تعالى في سورة الأنفال يقول وما النصر إلا من عند الله، ثم قال إن الله عزيز حكيم. العزيز من هو؟ القوي الغالب. الحكيم من هو؟ الذي يحسن وضع الأمور في مواضعها الصحيحة زمانا ومكانا وأسلوبا. الله عز وجل في سورة آل عمران كذلك يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لتستقر رسالة في أذهاننا أننا مع قوي غالب يستطيع أن ينصرنا من أول لحظة، وأننا مع حكيم يختار الوقت المناسب. إذن لا تغلب أسلوب العزة، وهي القوة والغلبة على الأعداء التي هي صفة من صفات الله عز وجل، يجمع معها صفة الحكمة، أنه يضع الأمور في مواضعها. لو كان النصر يأتي لكل مدع لادعى الجميع أنهم كلهم مع الله ومع القضية التي يحبها الله، لكن حتى يتبين الصادق من الكاذب هنالك رسالة. وما النصر إلا من عند الله، لكن اعلموا أن الله وهو عزيز قوي غالب هو حكيم، سيضع لكم النصر في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.